أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يحسمها، هذا ما يحدث حاليا مع أليو ديانج. أكد النادي الأهلي على أنه حاليا آخر عرض مقدم للاعب المالي بالإعلانات وبكل حاجة، والمكافآت $1,800,000 ويجدد لمدة 3 سنوات. وحتى الآن أليو ديانج لم يرد على عرض النادي الأهلي. النادي الأهلي في انتظار رد أليو ديانج، يا إما بالتوقيع والتجديد أو الاحتراف الأوروبي. خبرنا الثاني: تعرف على موقف المدرب الدنماركي من الاستعانة بلاعبين شباب في المرحلة القادمة. لن يتواجد أي لاعب شاب مع الفريق الأول في المرحلة القادمة، سواء في بطولة أفريقيا أو حتى في بطولة الدوري، نظرا لأن النادي الأهلي خلاص لو بصينا كده هنلاقي متبقي له في الدوري 7 ماتشات، وفي بطولة أفريقيا لو وصل للنهائي 6 ماتشات، 7 في الدوري و6 في أفريقيا، كلهم ماتشات كؤوس محتاج فيهم أصحاب الخبرات. مفيش وقت خلاص إنه يدي أي فرصة لأي لاعب شاب. خبرنا الثالث: مدرب الترجي يعلنها، نسعى لحسم التأهل أمام الأهلي من تونس. تحدث باتريس بوميل مدرب الترجي التونسي، وأكد على أنه راضي عن فوز فريقه على مستقبل المرسي، مؤكدا على أن التركيز دلوقتي سيكون منصب على مواجهة النادي الأهلي، وهدفه هو إنهاء اللقاء من الذهاب من تونس. خبرنا الرابع: مصدر من بيراميدز يعلنها، لو معانا الفلوس اللي بتتقال في الإعلام دي اللي عرضنا على أليو ديانج كان زماننا جددنا لفيستون مايلي. أكد مصدر من داخل النادي السماوي على أن كل ما يقال حول عرض 9.8 مليون دولار على أليو ديانج من أجل التوقيع معه، الكلام ده لو بجد وحقيقي كان زمان النادي السماوي يجدد لفيستون مايلي، ولكن ملاك نادي بيراميدز الإماراتيين رافضين فكرة الصرف بذخ في الصفقات القادمة، فبالتالي مفيش حاجة اسمها ان النادي السماوي هيدفع لأليو ديانج 9 مليون دولار في 3 سنين، وكل الكلام ده غير صحيح، لأن النادي السماوي لو كان معاه فلوس يدفع كده لديانج كان زمان وجدد لفيستون مايلي. خبرنا الخامس: النادي الأهلي يعلنها، رحيل كامويش رسميا قرار من داخل النادي الأهلي رحيل المهاجم البرتغالي كامويش، وغالبا كده خلاص لو لم ينضم لقائمة الأهلي في مواجهة الجيش لن يتواجد مرة أخرى حتى نهاية إعارته.